أول ميزة في برج الحمل إن هو برج عنده طموح فظيع. شخص بيعرف إزاي عارفة يوصل لأي حاجة هو عايزها بإصرار، وبيعرف كمان يحمّس اللي قدّامه، يعني مش بس ده بينطبق على حياته هو أو على شغله أو على مستقبله، هو لو حَط حاجة في دماغه بيبقى عارف إزاي يوصل لها، وبيعرف إزاي كمان يطلّع أحسن حاجة في الشخص اللي قدّامه، يعني لو شخص مثلًا جه ياخد رأيه في مشروع عايز يدخله أو في حاجة، عارفة الشخص اللي هو يفضل يقول لِك يالّا هتنجحي، يالّا هتعملي، طب يالّا ما خدتيش خطوة ليه، طب يالّا نفّذي، طب يالّا فاهمة؟ اللي هو الشخص اللي ممكن في أي حاجة عايزة تدخلي عليها وعايزة حد يبقى في ضهرِك ويحمّسِك، برج الحمل، فأنا شايفة إن دي ميزة من أهم مميزات برج الحمل. نيجي بعد كده لبرج الثور، برج الثور أحسن حاجة بتميزه إن هو قلبه طيب أوي، ممكن ما يبانش عليه، ممكن مش ناس كتير تاخد بالها من ده، لإن هو مش دايمًا بيعبّر، هو عنده مشكلة في إن هو يعبّر شوية عن مشاعره، يعني ممكن يبقى بيحبِك جدًا، جدًا، بس ما يقولكيش، المفروض اللي هو أنتِ تبقي عارفاها لوحدِك، فاهمة؟ ف فدي أنا باشوف إنها أهم ميزة في برج الحوت، في برج sorry الثور، قلبه، قلبه طيب جدًا وبيحب أوي وبيcare أوي، هو عارفة أمّا تحسي إن هو منِّك، هو الشخص اللي دايمًا تحسي إن هو من أهلِك كده، منِّك، بيحبِك زي بنته، أخته، حد منه أوي، فده برج الحوت، دايمًا هتحسي بقُرب كده في علاقتِك بيه، هو مش من الناس اللي ممكن تبقى مثلًا بتعرف ناس كتير، لأ هم صحابه محدودين أوي، هتلاقيهم صحاب عُمر، عِشرة، يعني في ناس كده عارفة، اللي هو أنتِ لو كلمتيه في أي وقت أنتِ واقعة في أي مشكلة هتلاقيه جنبِك. برج الجوزاء بقى بُصّي هو دايمًا برج الجوزاء الناس كلّها بتحس إن هو مجنون، وإن هو ما فيهوش ميزة، وإن هو هو كلّه عيوب، خلاص هو مجنون فهو كلّه عيوب، لكن الحقيقة إن لأ، برج الجوزاء برج أحسن حد ممكن تقعدي تتكلمي معاه. أحسن حد ممكن تتناقشي معاه في أي حاجة في الحياة، بُصّي لو حتى حاجة هي مش من اهتماماته، هيهتم بإنه يسمعِك وهيهتم بإنه يتكلم معاكِ، هو حد حلو أوي في التواصل، يعني فكرة إن هو دايمًا مُطّلع، دايمًا بيحب يسمع وبيحب يناقش وبيحب يتكلم، آمم أيًا كانت شخصيتِك حتى لو مختلفة عن شخصيته، حتى لو كنتِ مش شبهه، هتلاقيه مهتم باللي أنتِ بتقوليه، بيناقشِك فيه وقريب منِّك. نيجي بعد كده لبرج السرطان. برج السرطان أهم مميزاته الدعم، الدعم النفسي، يعني إن هو طول الوقت بيقدّم للناس القريبين منه دعم نفسي، على كل المستويات برضه. هو المشاعر عنده مهمة جدًا، فلمّا بيحب حد هتلاقيه طول الوقت بيدعمه، طول الوقت بيقدّم له حُب، بيقدّم له احتواء، بيقدّم له دعم نفسي، بيخاف جدًا على أصحابه، بيحبهم، بيقف في ضهرهم. عنده برضه مميزات كتير أوي برج السرطان. بعد كده نيجي على برج الأسد. آه. برج الأسد برج عنده عارفة تحسّي عنده كاريزما وعنده قوة شخصية كده، تخلّيكِ في أي وقت وأنتِ قريبة منه أو أنتِ جنبه حاسة بالهيبة، عارفة أمّا تحسّي إن أنتِ ماشية جنب حد مهم كده، جنب حد ليه شخصية، حد ليه كاريزما، في أي مكان هتلاقي الناس كلّها بتبُص لكم، الناس كلّها بتحبكم. دي ممكن تبقى ميزة وعيب بالنسبة لناس، يعني فكرة إن هو طول الوقت واخد الspot فأنتِ بقية جنبه مش باينة، وفي ناس تانية ممكن تشوفها بطريقة تانية إن هو حد ليه قيمة كده، حد ليه prestige، حد أنتِ فرحانة إن هو موجود في حياتِك، plus إن هو دايمًا بيبقى برضه مصدر دعم لصحابه، يعني الشخص اللي هو ممكن إيه لو عرف إن أنتِ في حد زعّلِك ياكله باسنانه، عارفة؟ اللي هو ما بيسيبش حد يزعّل حد هو بيحبه. من الناس اللي قريبين منه، من صحابه، من عيلته، من أي حد، بيبقى دايمًا مصدر حماية ليهم، يعني مصدر أمان ومصدر حماية لأي حد من الناس اللي هو بيحبهم. بعد الأسد برج إيه، العذراء. برج العذراء عنده مميزات كتير، بس ممكن أهمها إن هو لمّاح، فكرة إن هو بيقدر يفهمِك بسهولة، ممكن من غير ما تتكلمي أو من غير ما تقعدي تشرحي كتير في نفسِك. إن أنتِ مجرد ما ممكن تيجي مثلًا عايزة تكلميه في حاجة، عايزة تشتكي له من حاجة، سهل أوي إن هو يفهمِك وهتلاقيه معاكِ على الخط، فاهمة؟ هتلاقيه قريب، هتلاقيه مطاوعِك في أي حاجة أنتِ بتقوليها، فاهمِك، مش محتاجة تقعدي تشرحي نفسِك كتير، هو بيقدر يفهم وعنده قدرة على التواصل يعني عارفة اللي هو بيحسسِك إن هو آآ
بيحب كل مشاعره كلها رايحه لك، حتى لو ده مش حقيقي، يعني حتى لو هو انت مش قريبه منه قوي وانتوا مش صحاب من زمان او كده، بس هو دايما بيعرف ازاي يحسس اللي قدامه ان هو يهمه امره يعني. آه، فاهمه قصدي؟ اللي هو انت بالنسبه لي شخص مهم، اللي انت بتقوله ده حاجه انا مقدرها، حاجه انا جنبك فيها. برج الميزان ده برجي انا ما بعرفش اتكلم عنه كتير قوي او عن مميزاته، بس انا يعني عموما بكل تجرد ان انا بشوف ان برج الميزان برج بيعرف يتعامل مع كل الناس باختلاف شخصياتهم. بيعرف ازاي اي حد يتكلم معاه يحس ان هو صاحبه من زمان قوي. يعني الناس بتاخد عليه بسرعه، الناس بتحبه بسرعه، الناس بتحب تحكي له، بتحب تفضفض معاه. هو كمان لان هو ما بيعرفش عارفه اللي هو ايه، دايما بيعرف يوزن الامور، ما بيعرفش مثلا يطبل لحد على حساب حد، حتى لو الحد ده صاحبه وحد غريب، لا لو الغريب ده معاه حق هينصف الغريب. عنده حته العدل شويه، بيحب يجيب حقوق الناس، وبيحب دايما كل الناس تبقى مبسوطه. انت عارفه ان هو ممكن يبقى متضايق وزعلان وحد يجي من اصحابه يكلمه عشان متضايق، ما يقولوش ان هو متضايق ويقعد يسمعه ويهون عليه حتى وهو عنده بقى مشاكل الدنيا. ده بالنسبه لبرج الميزان، فهو بيعرف ازاي يتعامل ويحتوي كل الناس ويحسسهم ان هو صاحبهم، وان هو موجود معاهم، ان هو بيعرف يحل اي مشكله بين اي اتنين، لان هو دايما دبلوماسي قوي وبيعرف ازاي يتكلم وازاي يتعامل وازاي يحل المشكله من غير ما يبقى فيه طرف زعلان او يبقى فيه طرف على حساب التاني. بعد كده بقى برج العقرب. برج العقرب عنده مزايا كتير برضو على فكرة، يعني على قد ما هو بيبان مخيف وكده، بس هو عنده مزايا كتيرة. برج العقرب قلبه من جوه طيب قوي، يعني بعيدا عن دايما الصورة المتصدرة للعقرب ان هو مخيف وان هو قلاب وان هو انتقامي وكل الحاجات دي. هو قلبه طيب جدا، هو بينتقم من كتر حبه. يعني لو انت مش فارقه معايا انا مش هنتقم منك ولا هشغل بالي بيكي اصلا. انا من كتر ما انا بحبك، هو مشاعره ديب قوي. هو لما بيحب قوي، لما بيقرب من حد بيبقى قريب منه قوي، بيأمن له قوي، بيبقى عايزه موجود في كل لحظة في حياته. ده اللي بيخليه شوية في الأول غامض، في الأول بياخد شوية، عارفة الإجراءات الاحترازية اللي هو أنا بأمن نفسي عشان لما أقرب وأسيب نفسي قوي ما ندمش. فبيبقى بيقعد يحطك بقى في اختبار واتنين، بيشوفك تستاهلي الثقه بتاعته ولا لا، بيشوفك تستاهلي تتحبي ولا لا. هو بيشك قوي، هو مشكلته ان هو شكاك قوي، فبيبقى طول الوقت عايز يطمن. فلما يطمن لحد ويأمن له ويثق فيه، وبعدين الحد ده يخذله، طبيعي ان هو يعني مش العقرب بس، هو اي بني ادم طبيعي، بس العقرب شويه زياده لان هو الحاجات بياخدها على جوه قوي، ديب قوي، يعني مشاعره جواه قوي وبيتأثر جدا، بيتوجع قوي لو حد خذله من صحابه او حد هو واثق فيه، حد اتعشم فيه وما كانش قد العشم. فساعتها فعلا ممكن يفكر ان هو ينتقم منه، عشان كده بيقولوا ان هو انتقام. بعد العقرب القوس. برج القوس برج مش بتاع مشاكل، مش بتاع نكد. برج كده عارفه من الناس اللي هي تحبيها وتحبي قعدتها. ما بيحبش يبقى تقيل على حد، ما بيحبش ينكد على حد، ما بيحبش يعيش الدراما وقت طويل. هو حواراته كتير، يعني من الناس اللي هي ايه، ممكن تبقى طول الوقت بتريح كل اللي قدامها لمجرد انها تريح نفسها. يعني ممكن انت بتحبيني، طبعا بحبك، بس عشان ايه؟ ما مش هوجع دماغي واقعد ادخل في تفاصيل، ولا ما بتحبينيش ليه، ولا ما بتعمليش ليه. فهو بيحب يريح اللي قدامه دايما. بس هو لطيف، يعني هو من الابراج اللي لطيفه، اللي مش كئيبه، مش ما عندهاش مشاكلها مش كتير. هي مشكلتها بس ان هو ايه، ممكن يدي وعود ما يبقاش بينفذها، ما يبقاش قدها. هو بيبقى متخيل ان هو بيريح اللي قدامه، عارفه كلمه حاضر بتريح، ما هو برج القوس بيبقى ماشي كده. ده احيانا بيبقى مريح واحيانا بيبقى متعب، ليه مميزاته وليه عيوبه. بعد برج القوس برج الجدي. برج الجدي عنده مميزات كتير قوي، في ان هو شخص قد المسؤوليه، مكان ما تحطيه هتلاقيه بيسد. احتجتيه في حاجه هتلاقيه، حطيتيه في بوزيشن كبير هتلاقيه، اعتمدتي عليه في انه يعمل لك حاجه هتلاقيه. هو شخص قد المسؤوليه قوي، هو بيبقى اي حاجه عايز يعملها هو قدها، اي حاجه تطلبيها منه هو قدها. برج عملي، مش فكره عملي ان هو طول الوقت مقضي حياته شغل، لا فكره ان هو عارفه الناس اللي تشوفيها تحسي ان هو رئيس مجلس الاداره، ان هو حد بوزيشن، هو حد شكله بريزنتبل كده، شكله حد يعتمد عليه، حد تقدري تسيبي له المركب يسوقها وانت مغمضه،
تبقي عارفه ان هو قدها، واي حاجه عايز يوصل لها بيحطها تارجت قدامه، بيبقى دايما عارف ازاي يتفادى اي فشل. يعني يتفادى، يعني بيبقى حاطط دايما حاسب اي خطوه هيدخل عليها كويس قوي عشان يتفادى اي فشل ممكن يحصل، وحاطط لكل مشكله ممكن تقابله حل واتنين. فدي بتبقى ميزه حلوه قوي في برج الجدي. غير ان دمه خفيف جدا، برج الجدي برج فرفوش ودمه خفيف جدا. الجدي من الابراج الترابيه اللي هي تقيله شويه ومشاعرها مش هي اللي بتتحكم فيها قد عقلها. بعد برج الجدي برج الدلو. برج الدلو برج مريح. عارفه الشخص اللي هو تبقي قاعده معاه مرتاحه، مش حاسه بتقل، مش حاسه باحراج، مش حاسه بان انت محتاجه تتعاملي بطريقه معينه، مش حاسه، تحسي ان هو صاحبك من زمان. الشخص اللي هو تقعدي معاه تحسي ان انت كنتي عارفاه من زمان. شخص بيعرف يقرا افكار اللي قدامه، بيعرف يفهمه بسهوله جدا. فده بالنسبه له بيبقى مريح. عارفه لو انت مش محتاجه تبذلي مجهود عشان تبرري تصرفاتك، مش محتاجه تتكلمي كتير عشان يفهمك. برج عنده دايما بيفترض حسن النيه من اللي قدامه، دايما بيشوف فيكي الحلو قبل الوحش. يعني لو انت عندك حاجات وحشه كتير بيحاول يحولها لحاجات حلوه، بيحاول يشوف الحلو وراها، مش بياخد الحاجات بظاهرها. يعني مش من الناس اللي ممكن تحكم على الكتاب من عنوانه، لازم يقرا ويفهم ويشوف عشان يقدر يحكم عليكي، لازم يقرب منك ويعرفك اكتر. فهو مش برج سطحي على عكس مثلا الابراج الهوائيه. الابراج الهوائيه معظمها هتلاقيه شويه ما بيدخلش او ما بيتعمقش قوي، لكن الدلو لا، بيتعمق جدا وبيحب يعرف الحاجه بنفسه، بيعرف يقرب، بيعرف يفهم اللي قدامه، وبيعرف يفترض دايما حسن النيه. اخر برج هو برج الحوت. دي اخر حاجه في المميزات. هنتكلم عن برج الحوت. برج الحوت عنده مميزات كتيره قوي. برج الحوت عاطفي جدا. بعيدا عن هو عاطفي وان هو حساس، هو شخص ممكن يعيش حياته كلها بيجي على نفسه عشان انت تبقي مرتاحه. دايما عايزك مبسوطه، عايزك مرتاحه، مش مهم هو سعادته في انه يشوف اللي بيحبهم مبسوطين ومرتاحين. انا سعادتي من سعادتك، يعني لو انا اصلا متضايق بس انتي مبسوطه انا هبقى مبسوط، مش مهم انا. فهو عنده ايثار جدا، يعني بيفضل الناس اللي بيحبهم عن نفسه. بلس ان هو دايما بيحط نفسه مكان الناس. دايما مثلا عشان يشوف انتي مثلا انتي عملتي موقف يضايقه وهو مش فاهم انت عملتي كده ليه، بيبدأ يحط نفسه مكانك عشان يطلع لك اعذار، بيبدأ يحاول يفهم السبب ورا تصرفاتك، مش بياخده كتصرف لوحده، بيقعد يحلل ويدخل جواكي عشان ويشوف هو لو مكانك كان هيعمل ايه، ويبدأ يلاقي لك بدل العذر 10. فهو حد مريح جدا، بيعرف يتأقلم مع الناس. يعني لو انت حطيتيه في موقف في مكان في اي شغلانه هيعرف يشتغلها، في وسط اي ناس هيعرف يتأقلم على الكوميونتي اللي هو موجود فيه.